السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله استبشرنا خير بهذا اللقاء هذا اللي أنا بالنسبة لي كتاجر أول مرة إن شاء الله نكون هذا اللقاء هذا. واللقاء هذا جاء من أجل الإشاعات هذه تاع الغلق تاع التجار. شوف، لو كان يكون المسؤول مباشرة مع التاجر ما يكونش هذه الإشاعات، لاخاطش هو يعطيه المعلومة مباشرة. علاش كل الإشاعات؟ لاخاطش كاين الوسيط مع التاجر، لي زاجون هذو الصغار مع التاجر. لو كان يكون المسؤول يتلاقاو هكذا في مده شهر ولا شهرين ولا ثلاثه ولا يديروا لقاءات مباشره، ما تكونش هذه الاشاعات اصلا. والشعب الجزائري برمته استحسن، لان درك المواد الغذائيه الاساسيه توفرت. باش توفرت ما كانش ندره، ولكن طبق القانون. هذه الشعب الجزائري الكل يستحسنها. ولكن هذه تاع الضرائب وتاع الفوتره وتاع لازم يخفوا شويه على الجزائريين، يبداو من نقطه اقل من فوق الصفر، من بعد يجوا جايين، ما يبداوش من القمه. والله اعلم وبارك الله فيكم. اللقاء نتاع اليوم يعني هو لقاء ما بين التجار لولايه وهران في شتى المجالات، مع مصالح اللي هي مديريه التجاره ومديريه الضرائب، وكذلك بحضور ممثلي المجتمع المدني. اللقاء نتاع اليوم خاصة كان يدور حول يعني ضبط السوق وتنظيمها بصفة عامة، وكذلك حتى المستجدات الساعة اللي يعرفها السوق وتعرفها الساحة فيما يخص الإشاعات المغرضة اللي كانت نتاع الغلق. بغينا نبينوا صورة يعني تاع واش هو موجود حقيقة، والتقارب اللي موجود ما بين المصالح المعنيه واتحاد التجار وكذلك التجار. كانت تدخلات مفيده، وين كنا جاوبنا على بعض الانشغالات اللي كانوا التجار يطرحوها، سواء كانت على مستوى الضرائب او على مستوى التجاره. وكذلك حنايا بصدد تحضير لقاءات اخرى مع مصالح اخرى كما الجمارك والأجهزة الأمنية كذلك فيما يخص عملية التصدير والاستيراد. واللقاء هذا خاصة احنا شفنا بعض الانشغالات التي لا نستطيع نحن كاتحاد تجار، حتى السلطات يعني المعنية اللي كانت حاضرة اليوم، لأنه قضية تاع مشرع. بعض الأسئلة قلنا احنا درنا توصيات تاع اللقاء هذا، إن شاء الله سوف نستفادوا منها يعني احنا كاتحاد، ونقدموها للسلطات يعني الولائيه والمركزيه، حتى تكون يعني فيه التفاته على الاقل لمراجعه بعض القوانين اللي نحن تاني بصدد تقديم ما هو فائده للاقتصاد الوطني بصفه عامه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مبادرة اليوم قام بها الاتحاد العام للتجار والحرفيين بالتنسيق لولاية وهران، بالتنسيق مع مديرية التجارة، وهذا لما تعيشه البلاد بشكل عام من الأوضاع التجارية الاقتصادية اللي اليوم بدأت الدولة تطبق في المراسيم التنفيذية اللي كان لي باش تعمل بها اليوم جميع التجار. هذا اليوم لقاء ندار مع حضور تجار مختلف الفئات والنشاطات من أجل التعرف على الأوضاع اللي راهي اليوم في السوق. شفنا عديد من المدن المحلات التجارية غلقت بسبب بعض الإشاعات، وكاين كذلك دورات عادية اللي تقوم بها وزارة التجارة.